ريبيرو يركز بشكل كبير على العامل النفسي في تجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال، وذلك في ظل تعرض أغلب اللاعبين لانتقادات عارمة من الجماهير. ياسر إبراهيم يحفز زملائه في فندق إقامة الفريق ويؤكد لهم أن الفوز بمواجهة بورتو الأخيرة بغض النظر عن التأهل من عدمه هو مسألة حياة أو موت، ويطالب أي لاعب غير مؤمن بحظوظ الفريق في الفوز بهذه المواجهة بضرورة الاعتذار عن خوضها وإبلاغ الجهاز الفني بالأمر. حالة تفاخر كبيرة في الإعلام التونسي بتحقيق الترجي فوز العربي الأول في المونديال، ومقارنات كبيرة جدا بالأهلي الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن رغم الصفقات القوية التي أبرمها. خالد مرتجى رئيس بعثة الأهلي في أمريكا يتوصل لاتفاق مع مسؤولي الفيفا على تخصيص مدرج الثالثة يمين لجماهير الفريق في مواجهة بورتو البرتغالي حتى لا يكونوا في مجموعات متفرقة مثل مباراتي انتر ميامي وبالميراس، ويكونوا قادرين على تشجيع الفريق بشكل جيد في المواجهة. طبيب الأهلي يبرئ أحمد نبيل كوكا من تهمة التهرب من مباراة بالميراس البرازيلي، ويؤكد أن كل ما يقال عن ادعاء اللاعب الإصابة قبل المباراة عاري تماما من الصحة. شريف عبد المنعم نجم الأهلي يقترح على ريبيرو الاعتماد على حسين الشحات في الجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني وإعادة توظيف زيزو في مركز الجناح مجددا، ويؤكد للأهلي أن هذه الثنائية ستمنح الأهلي قوة كبيرة في الجبهة اليمنى أمام بورتو. في تصريحات تؤكد أن مهمة الأهلي لن تكون سهلة إطلاقا أمام بورتو. رئيس نادي بورتو البرتغالي يعتذر لجماهير ناديه ويعترف أنهم لم يكونوا على قدر التطلعات، والهزيمة الأخيرة أمام انتر ميامي كانت محبطة للغاية وتسببت في إحراج للجميع، وأنهم يتطلعون الآن للفوز على الأهلي في المباراة المقبلة بغض النظر عن التأهل من عدمه لكي تكون نقطة انطلاقة قوية للفريق نحو الموسم القادم والذي يستهدف فيه الفريق تحقيق لقب الدوري من أجل الجماهير. وبعد هذه المباراة الفريق سيطوي صفحة المشاركة المخيبة في البطولة العالمية وسيركز على الموسم القادم. المصري البورسعيدي يستغل ما يثار عن اهتمام الأهلي بالحصول على خدمات أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، ويعرض من خلال وسطاء القيام بصفقة تبادلية في ظل رغبتهم في الحصول على خدمات عمر الساعي. الأهلي يستهدف الحصول على 2.5 مليون دولار على الأقل لبيع حسين الشحات بعد كأس العالم للأندية في ظل اهتمام أكثر من نادي خليجي بالحصول على خدمات اللاعب. لجنة السكاوتنج بالأهلي تبحث بشكل كبير في أفريقيا عن ظهير أيمن تحت السن في ظل عدم الاقتناع الكامل بالأسماء المتواجدة على الساحة حاليا. سوشيال ميديا الأهلي تنتظر أي تحرك من إدارة الأهلي تجاه الوقح الرسمي للنادي المحلي بعدما اتضح أمس للجميع بأنه يحرض مجموعة مرتزقة من الصحفيين عدماء الضمير وأصحاب الصفحات الكبرى والمأجورة لمحاربة الأهلي ولاعبيه والضرب في استقرار الفريق. جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بسيد عبد الحفيظ الذي مسخر ميدو فزلوكة مع إبراهيم فايق بالأمس وأخذوا غسيل ومكوى بكل هدوء أعصاب، والذي أكد أن لاعبي الأهلي خلوا اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم عليهم ويقول عليهم فاقدين أساسيات كرة القدم، لكنه لا يعلم ماذا هو وضع الزمالك ولاعبيه لما إمام وبن شرقي وأسامة وبن رمضان وزيزو وقفشة والشحات فاقدين أساسيات كرة القدم. أوراوا الياباني ينضم لأوكلاند سيتي ولوس أنجلوس الأمريكي وأولسون هونداي الكوري الجنوبي وسياتل الأمريكي، ويخرج رسميا من المونديال بعد الرومونتادا التي قام بها الإنتر أمس والذي فاز عليهم باللحظات الأخيرة. مونتير المكسيك وزملاء راموس يتمسكون بكامل فرصهم في التأهل من مجموعة الإنتر وريفر بليت الأرجنتيني بتحقيق تعادل جديد أمام الفريق الأرجنتيني، ليصبح الفريق في حاجة للفوز على أوراوا الياباني متزيل الترتيب في الجولة الأخيرة ليصعد على حساب الإنتر أو ريفر بليت. نادي الوداد المغربي يمني نفسه أن ينجح في خطف تعادل أمام يوفنتوس اليوم للحفاظ على أماله في الصعود لدور ال16 وتجنب الخروج المبكر، وذلك على أمل أن ينجح في الفوز على العين الإماراتي وأن يخسر اليوفي من السيتي في الجولة الأخيرة وتكون له حظوظ في التأهل بالمواجهات المباشرة أو الإنذارات. المصري البورسعيدي يفاوض بتروجيت لضم توفيق محمد ظهير أيسر الفريق بعدما توقفت مفاوضات الأهلي معه. موفكينج لاعب أورلاندو الجنوب أفريقي يرفض اللعب النادي الزمالك ويواصل البحث عن تجربة أوروبية لرغبته في الاحتراف بعدما فشلوا فشل ذريع في كل الملفات التي أسندت لهم وتعاقدوا مع صفقات في شينك وأهدروا أموال النادي في الانتقالات الماضية وفشلوا في إقناع زيزو بالتجديد. مجلس إدارة الزمالك يؤكد أن دور ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني أصبح استشاري فقط، والكلمة الأولى والأخيرة ستكون للمدير الرياضي الجديد جون إدوار المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك يؤكد لمسؤول الزمالك أن استمرار شيكابالا الموسم المقبل سيكون عبء على الفريق، وأنه لابد من إقناع اللاعب بالاعتزال نظرا لعدم قدرته على تقديم أي شيء جديد للفريق الموسم القادم، وأنه لا يريد الدخول في صدامات مع اللاعب من بداية عمله. أغلب جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي تتفق مع تصريحات سيد عبد الحفيظ بالأمس عن ريبيرو، والذي أكد خلالها عدم اقتناعه بمبرر أن الوقت لم يكن كافي لإعداد المدرب الأسباني للاعبي الأهلي بشكل جيد للمونديال.
وغير كاف للحكم عليه، وتأكيده بأنه كان يمكن لريبيرو أن يضع خطة أفضل للمونديال لتجهيز الصفقات الجديدة بدنيا، خصوصا أنه مر قرابة 50 يوم على مفاوضات الأهلي معه، وتأكيده بأنه لا يريد الحكم على المدرب بشكل مطلق، لكن هناك أمور مثل الخروج بالكرة وتطور الهجمة غير موجودة، ورد فعله سلبي جدا وهادئ زيادة عن اللزوم. حتى في الضربات الثابتة لم يحدث تطوير. البرتغالي إناسيو مدرب نادي الزمالك السابق يؤكد أن بورتو فريق لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيقدمه داخل الملعب في أي مباراة، وفريق غير مستقر فنيا، قد يظهر بشكل جيد جدا في مباراة ثم يعود ليقدم أداء ضعيف جدا في المباراة التي تليها، وأنه لم يشاهد أي مباراة كبيرة للفريق تحت قيادة مدربه الحالي. وفي المقابل الأهلي فريق منظم بشكل جيد ويملك روح قتالية عالية وخطوطه مترابطة داخل الملعب، كما أن لديه حارس مرمى مميز وهو محمد الشناوي، لكن ما ينقصه هو المزيد من الإبداع في التلت الهجومي مع ضرورة أن يكون أكثر واقعية في التسديد على المرمى. ويؤكد أنه في حال فوز الأهلي بالمباراة المقبلة ففرصه في التأهل لدور ال16 ستكون كبيرة، خصوصا أنه من المتوقع أن يفوز بالميراس على إنتر ميامي. أما بورتو فحتى لو فاز فلن يكون ذلك كافي للتأهل، فبالميراس من الصعب أن يخسر في المباراة المقبلة أمام إنتر ميامي. نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي ونادي الترجي يؤكد أن الأهلي بالصفقات الجديدة التي أبرمها سيسيطر بشكل كبير على الكرة الإفريقية، وأنه من الطبيعي جدا ألا يظهر الفريق بشكل جيد في كأس العالم للأندية، خصوصا في ظل التدعيمات الكثيرة التي دخلت على الفريق مرة واحدة، والمدرب الجديد الذي تولى المهمة منذ أيام بسيطة والذي لم يقدر على العمل مع اللاعبين بشكل جيد بسبب عامل الوقت الذي لم يكن في صالحه. ولذلك هو يرى أنه كان الأفضل أن يقود الأهلي عماد النحاس الذي كان يقدم مردود ممتاز في آخر مباريات الدوري، والذي يعرف إمكانيات اللاعبين جيدا. وفيما يخص بالرمضان فما قدمه في المباراتين السابقتين مردود جيد جدا، لكنه مازال لديه الكثير ليقدمه مع الأهلي، ومع الانسجام سيظهر بمستوى أفضل بكثير، وهو لاعب كبير ومكسب كبير بلا شك، حيث يعد من أفضل اللاعبين في تونس. أحمد شوبير ينتقد بعض الجماهير التي ضخمت بشكل كبير من خروج اللاعبين للتنزه لبعض الوقت للتغلب على حالة الملل في المعسكر وحالة الإحباط، ويؤكد أنه لا يمكن تحمل هذا الوضع وأن يكون عليهم رقابة بهذه الطريقة، وأنه لابد أن يكون هناك مساحة للاعبي الفريق لكي يتنفسوا، خصوصا أن اللاعبين كان لديهم رغبة في أن يحققوا نتائج إيجابية وأن يرفعهم الناس على الرؤوس، وبالتأكيد يشعرون بالحزن مثل الجماهير تماما، لكن إذا لم يتحقق ذلك لن يدفنوا رؤوسهم في الرمال وسيغلقون الصفحة وسيفكرون في البطولات القادمة. وأنه من الصعب جدا تقبل الوضع الذي وصلت له السوشيال ميديا، حيث أصبح الجميع يستكتر حتى على اللاعبين الابتسامة رغم أنها في النهاية كرة قدم ووارد فيها المكسب والخسارة. وفرق مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وكبار أوروبا تعثروا أمام فرق برازيلية ولم يحدث معهم هذا الأمر. ويؤكد أنه لو الجميع سيتعامل بهذا المنطق سيغلق نادي ريال مدريد ومان سيتي ومان يونايتد والعديد من الأندية الأوروبية في هذا الموسم أنديتهم. ويؤكد أن ميزة الأهلي دايما أنه حينما يخسر بطولة يطوي الصفحة ويركز في البطولة التالية، ولكن السوشيال ميديا أصبحت تضخم الأمور بشكل غريب ومريب. عصام الحضري يشيد بقدرات الشناوي ويؤكد أنه يستحق تقييم 10 من 10 في المباراتين السابقتين، ولا يتحمل مسؤولية أي هدف من الأهداف التي سكنت شباكه أمام بالميراس. ويرجع تألقه للمنافسة القوية من مصطفى شوبير، وكذلك مدرب الحراس المميز الذي يعمل معهم الفترة الأخيرة والذي يعرفه جيدا. مجدي طلبة نجم الأهلي السابق يتوقع أن يلعب بالميراس وإنتر ميامي لصالح بعض في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للصعود معا على حساب الأهلي وبورتو، ويؤكد أنه على الأهلي التفكير فقط في الفوز للخروج مرفوع الرأس من البطولة، ويؤكد أن الأهلي لم يكن محظوظ بموعد هذه البطولة، خصوصا أنها جاءت بعد انتهاء الموسم مباشرة ولم يحدث انسجام وهارموني بين لاعبي الجدد والعناصر الأساسية في الفريق، وهو ما أثر بشكل كبير على الفريق في هذه البطولة، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك مبرر، لكنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى الشكل الذي خرج لنا، وأنه لو هناك لوم يمكن توجيهه للاعبين فسيكون بسبب مباراة إنتر ميامي التي فرطوا فيها بسهولة.